طلبوا مني كيك شوكولاتة وكان نفسهم فيه جدًا، وأنا كمان كان نفسي فيه أوي، أسكت؟ لأ، عملت لهم بركان شوكولاتة، أيوه بركان شوكولاتة، بُصّوا حاجة كده تحفة وهم، كيكة رهيبة يا جماعة، سهلة وما خدتش مني أي وقت، مكونات بسيطة وتخلص معاكِ في ثواني، بشكل وطعم يجنن، بُصّوا البركان حاجة كده تخطف القلب، يالّا نسمي الله ونصلي على رسول الله، ندخل نشوف الطريقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم في طبق غويط كده نزلت بكوبايتين ونص من الدقيق. طبعا الدقيق لازم انخله كويس جدا علشان ادخل فيه هواء وافك منه اي تكتلات. نخلت كده كوبايتين ونص من الدقيق لاني هستخدم قالب او صينيه مقاس 28. بعد ما نخلت الدقيق كده نزلت بكيس ونص من البيكنج باودر. كان عندي كيس كده مقفول والكيس التاني كنت واخده منه معلقه، يعني كيس ونص او معلقه ونص من البيكنج باودر، وذره صغيره خالص من الملح، وطبعا كل دوت بيتنخل. هاقلّب بقى كل دوّة مع بعض كويس جدًا، ذرة الملح دي بتظهر الطعم وتعادله لي كمان، هنقلّب المكونات الجافة مع بعض ونحطها على جنب دلوقتي. جِبت بقى الخلاط بتاعي ونزلت في الخلاط دوّة ب3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، أي حاجة هاستخدمها هتكون بدرجة حرارة المطبخ. على ال3 بيضات دول نزلت كده ب3 أكياس أو 3 بواكي من الفانيليا البودرة، ممكن تستخدمي معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، ومعلقة كبيرة كده من الخل، والخل هنا مُحسِّن طبيعي وبيخلّي لي الكيكة هشة جدًا. ونزلت كمان بكوباية ونُص من السكر، ونُص كوباية من الكاكاو الخام، وكمان كوباية ونُص من الحليب، وأقدر أستخدم كوباية من الحليب وعلبة من الزبادي، هتطلع معايا الكيكة هشة وخطيرة، بس أنا ما كانش عندي زبادي فاستخدمت كوباية ونُص من الحليب. ضربت المكونات دي كويس جدًا في الخلاط لغاية ما حسيت إن السكر داب معايا، وبعد كده نزلت بكوباية من الزيت. الكوباية اللي باستخدمها في كُلّه معيار واحد، يعني باعاير بيها كل حاجة. بعد ما ضربت المكونات السايلة كويس جدًا في الخلاط، نزلت بيها بقى على الدقيق والبيكنج باودر، وقلّبتها كده كويس جدًا كلّها كده في اتجاه واحد. ضربتها كده عادي بالمضرب السلك. بُصّوا بقى القوام بتاعها خطيرة، وريحتها وطعمها يجنن، حاجة حلوة أوي بجد. جِبت بقى القالب بتاعي، والقالب دوّة كده قالب كبير يعني ممكن بداله صينية مقاس 28. دهنته كده معلقة من الزيت وبطّنته كده بدقيق بسيط خالص، ونزّلت الدقيق الزيادة، وبعد كده نزلت بالكيك على طول. دلوقتي بقى الكيكة بتاعتي دي هاخبطها خبطتين كده عشان أي هوا يخرج منها وتتساوى في الصينية، ودخّلتها فرن ساخن على درجة حرارة 200 لمدة 45 دقيقة. وهي في الفرن بقى هنعمل الصوص الخطير. الصوص ده يا جماعة طعمه زي الدانت بالضبط، الولاد مش بيشبعوا منه أبدًا، جميل جدًا. نزلت كده في حلة بتاعتي ب4 كوبايات من الحليب، وكمان 4 معالق كبار من السكر، السكر على حسب الرغبة، يعني بتدوقي كده الحاجة لو حابة سكر زيادة زوديه، أنا كان بالنسبة لي مضبوط جدًا. وعلى 4 كوبايات الحليب دي على كل كوباية معلقة من الدقيق، يعني نزلت ب4 معالق كبار من الدقيق. يعني 4 كوبايات من الحليب، 4 معالق من السكر، 4 معالق من الدقيق، و4 معالق كمان من الكاكاو الخام، كده زي الفل. وهنخلط بقى ونقلب المكونات دي مع بعض كده كويس جدًا على البارد، لغاية ما الاقيها كده كلها دابت مع بعضها. هارفعها على النار ويفضل إيدي فيها والنار تكون متوسطة، مش بتاخد وقت خالص وبتتقل معايا والقوام بيتقل وبيبقى كريمي بالشكل ده. أول ما باحس بقى إن القوام كده تقِل وبدأت تبقبق معايا، بانزل كده بمعلقتين كبار من الزيت أو مكعب من الزبدة. أنا ما كانش عندي زبدة فاستخدمت زيت، ما أثّرش خالص في الطعم وكان مضبوط جدًا، وادّى الصوص بتاعي لمعة وطعم حلو أوي كمان. بعد ما خلصت كده، وممكن كده في الوقت دوّة كمان بعد ما بتحطّي الزيت أو الزبدة، ممكن لو عندِك مكعبات شوكولاتة بتزوّد لِك الطعم برضه وتقوي لِك الطعم أكتر. عندِك، ما عندكيش خلاص هي بتبقى طعمها يجنن. فضّيتها بقى في طبق غويط كده وحطيت عليها كيس بلاستيك من أكياس التلاجة، أو تغطّيها بستريتش علشان أنا مش عايزة الصوص ده يعمل وِش معايا. دلوقتي بقى كانت الكيكة خرجت من الفرن، طبعًا اختبرتها بخلة الشيش تاووك، كانت رهيبة وطعمها يجنن، وريحتها في الفرن كأنِّك عاملة تورتاية. بعد بقى استنيت عليها كده حوالي 10 دقايق أو ربع ساعة، وقلبتها كده في طبق التقديم بالشكل ده، ولا حاجة لازقة ولا أي حاجة وزي الفل. بُصّوا قد إيه الكيك هشة وإسفنجية خالص ورهيبة، يعني حتى لو من غير صوص وعملتِ الكيكة كده هتبقى تحفة معاكِ.
دلوقتي بقى بعد ما استنيت شوية كده جبت بقى الصوص بتاعي وقلبته كده شوية، وشِلت طبعًا من عليه الكيسة وقلبته كويس جدًا. ممكن تضربيه بالمضرب السلك أو المضرب الكهربائي، وممكن تحطي كمان عليه 3، 4 معالق كده من الكريم شانتيه، وتحطي كمان تزودي ربع كوباية من الحليب، بيبقى حلو جدًا كمان وبيبقى كريمي خالص. بس بُصّوا قوامه عامل إزاي، كريمي ورهيب يا جماعة، بجد مش محتاج أي حاجة. ما رضيتش إن أنا أعمل أي افتكاسات علشان يبقى كل حاجة سهلة كده ومتاحة قدّامكم. نزلت بقى بالصوص كله على الكيك، طبعًا الصوص كتير وكميته حلوة جدًا، نزلت بيه على الكيكة بالشكل دوّة، وكمان حطيت في الحتة الفاتحة اللي في النُص دي علشان أول ما أقطّع كده ينزل بركان الشوكولاتة وصوص الشوكولاتة الخطير ده. دي كيكة البركان يا جماعة بجد حاجة كده بديلة التورتة، وفي المناسبات بتبقى حلوة أوي كمان. عندِك بقى مكسرات أو عندِك كريز أو أي حاجة أو جوز هند، أو ممكن تسيبيها زي ما هي كده، أو ممكن عندِك كمان كرات شوكولاتة، أو عندِك شوكولاتة تبشريها. يعني التزيين دوّة على حسب المتاح عندِك. أنا كان عندي كده شوية من المكسرات حطيتهم كده ووزعتهم على الكيكة بالشكل ده. دلوقتي هنبدأ نقطّعها مع بعض. بُصّوا بقى الخلطة طالعة عاملة إزاي، بُصّوا هشة وعالية جدًا، وبُصّوا بقى بركان الشوكولاتة نزل في النُص كده وكان طعمه يجنن، طعمه بالضبط زي الدانت. خطيرة يا جماعة بجد حلوة أوي. أخف وأجمل من التورتة اللي بقى سعرها غالي جدًا اليومين دول. تحفة بجد لو عملتيها في أي مناسبة أو أي عيد ميلاد لولادِك أو لزوجِك أو عيد ميلادِك أنتِ، بجد حاجة تحفة تجنن. عشاق الشوكولاتة هيدمنوها الكيكة دي. خطيرة يا جماعة وسهلة وبسيطة وما خدتش مننا أي وقت. بُصّوا كمان الكيكة هشة جدًا وعالية ومرتفعة وخطيرة، حلوة أوي وناجحة جدًا ومقاديرها كلها مضبوطة. أتمنى يا حبايبي يكون الفيديو النهارده عجبكم والطريقة عجبتكم كمان. ما تنسوش يا حبايبي لايك كتير للفيديو عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد، وتعليق حلو منكم، تعليقكم بيفرحني جدا، ولايك للصفحة ودوسي على كلمة متابعة عشان يوصلك كل فيديو كل جديد بنزله. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.